شوفوا هاي ماشي بطريقة، فجأة بتجي وحدة من وراها بتسحب لها الحجاب. هن ليش بيكرهوا يشوفوا وحدة محجبة؟ يعني ريري حسد ولا شو؟ يعني مو بقولوا لازم الواحد يكون عنده حرية شخصية، يعتبروها حرية شخصية. وبفرنسا ممنوع تدخل الطالبة وهي لابسة الحجاب، لازم تخلعه. العجيب انه الطالبة كيف عم ترضى انها تخلع الحجاب قبل ما تدخل. الجنة اغلى من شهادات الدنيا. اكيد في طالبات يعني ما عم بيرضوا انن يخلعوا الحجاب، يعني طبعا لاني مو الكل مثل حلا هي. شوفوا ما خلوها تدخل، منعوها لانيتها محجبة. بس شوفوا شو بتقول. للمرة الثانية على التوالي انطردت يا جماعة من المعهد. هل الحجاب ممنوع في فرنسا؟ لا، الحجاب ما هو ممنوع في فرنسا، ممنوع في إذا بتشتغلي، إذا بتدرسي في الحكومي، يعني أشياء حكومية ممنوع. مثل ما قلت لكم حسدوا غيري لأني هن ما قدروا إنه يكونوا مسلمين ومؤمنين ويتحجبوا. لهيك ما عم يتحمل العقل إنه يشوفوا محجبة. نسأل الله إنه يثبتنا على الدين، على دين الإسلام، لأن نحن بزمن صعب كتير تلاقي مسلم يبقى متمسك بشعائر الدين إلا من رحم ربي. الحين زي احنا بندرس ما عندهم مشكلة في الحجاب، قالوا يوم الامتحان حيكون الاختبار حتكونوا من غير حجاب، يا تختاري حجابك يا تختاري امتحانك ودبلومك. بالفعل هي مراحل نزع الحجاب. هن الأساس الحجاب اللي حاطينه يعني مشبه كل شيء ما إلا الحجاب، وهي عاملين لها حفلة لخلع الحجاب. ايه سبحان الله، انه تشجيع إلها ولا غيرها. هن من الأساس مو مقتنعين بلباس الحجاب يعني، وعلى الأغلب ما يكونوا محجبات من الأساس، بس عم يعملوا كل هالتوشي حتى يعني يشوف العالم انه المرأة المحجبة كيف انه الإسلام ظالمة، مع انه العكس يعني صحيح. الإسلام هو اللي كرم المرأة، وقيمة المرأة ما ارتفعت إلا بدين الإسلام. كنا بنعرف أيام الجاهلية كانوا يوقدوا البنات، يعني عند اجى الإسلام بالعكس حرم هذا الشيء ورفع من قيمة المرأة في المجتمع. هي عم تنزع الحجاب عن الهواء، وهون بقلها المذيع والمذيعة ما ضروري تشلحي حجاب، بتقول لا معلش عادي فورا، يعني كتير عندها الدين رخيص. ورفيقتها بتقول يعني عادي حرية شخصية، يعني مع انها محجبة بدل ما تمنع وتنصحها بالعكس عم تشجعها. سبحان الله.